بالدكتور. النهارده هنقول لكم بقى في الفيديو ده روتين ازاي تغسلوا شعركم وتجففوه، صح يا دكتور؟ صح، يلا بينا. اول حاجه قبل ما نغسل الشعر لازم نسرحه كويس جدا، نسرحه على 2 عشان يبقى مفتوح ويبقى متسلك والشامبو يخش جوه كل الشعر وجوه كل الفروه. احنا في الحمام هنسيبه مفتوح كده ونحط الشامبو بحيث يوصل لكل الفروه، ندلك كويس وبعدين نشطف. بعد كده هنحط اما كونديشنر او حمام كريم عشان وانا بسرح بعد كده شعري ما يتقطعش ويفضل طري. ولازم برده اطمن ان انا شطفته كويس جدا. طب ونجففه بقى ازاي يا دكتور؟ ازاي؟ هنحط الفوطه هنا، فوطه قطن او مايكرو فايبر او حتى تي شيرت قطن قديم، وهندخل الشعر فيه ونفضل لامين بيه الشعر لغايه لما يسحب كل الميه اللي في الشعر. بعد بقى ما لمينا كل الميه اللي في الشعر هتيجي بقى خطوه التسريح، مهمه بقى جدا عشان لازم نسرح شعرنا وهو مندي عشان نعرف نسرحه، وفي نفس الوقت ما نسرحوش وهو مبلول عشان ما يتقطعش. ففي الوقت ده اللي هو لمينا الميه منه هنحط بقى سيرم او حمام كريم او اي منتج بتستخدمه للتصفيف، وهنسلك الشعر. اوريدي شعرك بتسلك ومعمول له حمام كريم فهيبقى متسلك بسهوله جدا. ولازم نسيبه مفرود لغايه لما ينشف او نعمل سشوار على البارد. دكتوره، طب اللي بيسيبوه لوحده كده شعرهم بينشف وبيهيش يعملوا ايه؟ قدامهم بقى حل اللي هو ايه، ان انا المه، بس هلمه بطريقه الاربع قطط. حلوه الاربع قطط دي عشان فروه الراس اللي احنا اتكلمنا عليها في الفيديو اللي فات بالظبط هي اللي تنشف، ودي مهمه. وممكن الفه دوامه واسيبه مهوي لغايه لما اطمن ان الفروه نفسها نشفت، وبعد كده اعملي اللي انت عايزاه في شعرك.